في ليالي رمضان الهادية وبين جبال وسهول سيناء الشامخة كان في صوت بيشق سكون الليل، صوت يحمل الخير والبركة، صوت المسحراتي هو الرجل اللي كان بيمشي قبل الفجر في ليالي رمضان، يمسك طبلته الصغيرة وينادي الناس علشان يقوموا للسحور. لكن في سينا كان للمسحراتي طابع خاص، كان واحد من رجال القبيلة المعروفين بالصوت القوي والحضور الطيب. ترجع فكرة المسحراتي في العالم الإسلامي إلى عصور قديمة، ويقال إن بدايتها كانت في عهد بلال ابن رباح الذي كان يؤذن قبل الفجر لتنبيه الناس بموعد السحور. ومع مرور الزمن تحولت الفكرة إلى تقليد شعبي، وأصبح لكل بلد طابعها الخاص. وسينا كان ليها حكايتها المميزة في التراث السيناوي. ما كانش المسحراتي مجرد منبه للسحور، كان يمشي بين الخيام والبيوت الطينية بينادي بأسماء الرجال وأولادهم، ويدعي لكل بيت بالخير والستر. وأحيانا كان يستخدم عبارات بدوية مميزة ويضيف أبيات شعر بسيطة من التراث السيناوي، مثلا: يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم يا أهل الكرم. المسحراتي في سينا كان رمز للتكافل والترابط، لأنه يعرف كل بيت وكل عائلة، وكان الأطفال ينتظرونه بفرحة، وفي نهاية الشهر يكافئه أهل القبيلة بالتمر أو الحبوب أو بعض الهدايا البسيطة. ورغم تغير الزمن ما زال صوت المسحراتي حاضر في ذاكرة أهل سينا، حتى لو اختلفت الوسائل وتغيرت الحياة، لكن التراث يفضل ساكن في القلوب. المسحراتي في سينا لم يكن مجرد صوت في الليل، بل كان روح رمضان وصدى المحبة بين أهل الصحراء.